الفكر والثقافة والحضارة والتاريخ. إذا مشاهدينا الأحبة، في ليالي مسقط هناك الكثير من اللجان التي تقوم بجهود جدا كبيرة لتقديم مادة ومحتوى جميلة أيضا للمشاهد وحتى للزوار في مختلف فعاليات ليالي مسقط. هنا تقوم أيضا لجنة الترويج والتسويق والإحصاء في ليالي مسقط هذا العام إيصال هذه الفعاليات للكثير أيضا من الزوار ولعدد كبير ممكن من الجمهور، سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارجها. هنا راح نتحدث أكثر عن هذه الاستراتيجية المتكاملة لتوصيل كل هذه الفعاليات، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الإعلانات بشكل عام، مع ضيفتنا الكريمة المهندسة فاطمة بنت خميس الفزارية، مشرف لجنة الترويج والتسويق والإحصاء في ليالي مسقط هذا العام. أهلا وسهلا بك المهندسة، ومساءك خير معنا في برنامج ليالي مسقط. أهلا وسهلا ومساءكم خير وبركة إن شاء الله، وشكرا على هذه الاستضافة. وأنا شايفة ما شاء الله الدور اللي تقوموا فيه أنتم جزء من ترويج ليالي مسقط عبر هذه المنصة وعبر هذا البرنامج القيم حقيقة في نقل الصورة الحية عن فعاليات ليالي مسقط. أهلا وسهلا. المهندسة فاطمة، مباشرة لو نتحدث أكثر عن آلية عمل الترويج والتسويق أيضا في فعاليات ليالي مسقط، كيف بدأت بالضبط وكيف أيضا هي هذه الاستراتيجية اللي اليوم رح نتكلم عنها؟ بالضبط أختي حوراء، التحضير المسبق لليالي المسقط أخذ فترة مش يعني بسيطة لتحضير اللي نشوفه اليوم حاليا. تطلب الموضوع إعداد خطة استراتيجية ترويجية تسويقية للفعاليات ليالي مسقط بشكل عام. تطلب أيضا التنسيق مع شركاء النجاح في ليالي مسقط من شركات القطاع الخاص. أيضا تطلب أيضا إلى تنسيق الجهود بين مختلف لجان ليالي مسقط، من لجان معنية باللجان التحضيرية أو اللجنة التحضيرية بشكل خاص في أخذ برامج الفعاليات. أيضا تطلب أن نحن نجلس مع مختلف منصات الإعلام، سواء الإعلام الرسمي أو الإذاعات الخاصة، أيضا الصحف، الجرائد. كل هذه طلبت منا الكثير من التجهيز ووضع خطة تسويقية أيضا، وتكوين أيضا فرق للأخذ على عاتقها هذه المهام المنوطة بها في هذه الاستراتيجية. فالعمل كان الحمد لله أخذ منا فترة لا يقل عن 4 أشهر من التحضير. أيضا طلب منا التنسيق مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالإعلانات أيضا على ليالي مسقط، الإعلانات سواء في دول العالم في دول الخليج. أيضا استغلينا الحمد لله واستثمرنا عدد من الإعلانات التجارية في محطات التوقف للباصات في الدول الأوروبية، أيضا في المولات في محطات توقف الباصات. فكان بالنسبة لنا التجهيز لهذا الأمر وأخذ الموافقات من هذه الدول كانت تطلب المزيد من الجهد حقيقة، وأن لازم نكون سباقين في إيصال رسالة ليالي مسقط للعالم. بالفعل أنا راح أستاذة فاطمة أبدأ معك من حيث انتهيتي فيما يخص الترويج الدولي، وكنت أريد أسألك عنه، أنت سبقتيني فيه. في اختلاف ما بين المنطقة في مسألة الترويج وما بين الخارج، مثل ما ذكرت أنت محطات توقف الباصات وفي الباصات نفسها في دور السينما في المولات وما إلى ذلك، لكن أكيد أنتم حاسبين حساب هذا الموضوع. هل هو خلينا نقول في نتائج من هذا الموضوع، في زوار نتاج هذه الإعلان؟ أنا شخصيا شفت فيه بالفعل، عرفت أكثر من شخص جو لسلطنة عمان عن طريق إعلام في مطار في بلد معين. صحيح جدا. فما كانوا يعرفوا أساسا سلطنة عمان، جو إلى عمان ناتج هذه الصورة يعني. صحيح. نحن لمسنا من الموسم السابق أثر إيصال هذه الفعاليات عن طريق منصات الإعلانية التجارية، وفعلا حدثت فرق يعني في الإعلان والترويج عن الفعاليات. وفي هذا الموسم الحمد لله نحن سعينا أن نحن نوصل لعدد أكبر من الجمهور في مختلف دول العالم المحلي أيضا والخليجي ما نسيناه والعربي. وأيضا استغلينا اللي هو المولات في بث الفعاليات وتسويق ما قبل
الفعاليات أيضا، سواء ننشر فعاليات تشويق أو مثل ما تقول محتوى تشويقي، أو مثلا الفعاليات اللي راح تبدأ مثلا في الأسابيع المقبلة. نحاول أن نحن نستغل هذه المنصات ونروج عن الفعاليات، بحيث أن نحن نفس الشيء نوصل للجمهور وين ما كانوا. أو بالمناسبة أخ فهد، نحن حتى للمحافظات وجهنا لهم رسائل عبر الشاشات الإعلانية على الطرق. لكل محافظة كانت لها رسالة خاصة فيها. الولايات أيضا، ولايات على سبيل المثال وصلنا إلى ولاية شناص ورحبنا بالأهالي هناك، كتبنا يا أهالي ولاية شناص نحن ننتظركم في ليالي مسقط وأنتم جزء من المهرجان. وصلنا إلى ولاية صحار وإلى صور وإلى صلالة وإلى مختلف ولايات السلطنة. الشاشات الرقمية أيضا في المولات كانت بالنسبة لنا نقطة جدا مهمة، نحن كيف ممكن نستفيد منها. لو تلاحظوا أيضا التقاطعات الرئيسية في محافظة مسقط عند الإشارات الضوئية نقطة جدا مهمة. أنت خلال توقف السيارات أيضا ممكن تبث من خلالها رسائل توعوية للناس، رسائل ترويجية أيضا عن المهرجان، الفعاليات، الأنشطة أيضا اللي راح تكون موجودة خلال فترة ليالي مسقط. فالناس بالعكس كثير من الناس جاتنا من وراء هذه الإعلانات. وأيضا ما ننسى منصات التواصل الاجتماعي، كان لها دور كبير. منصاتنا عندنا حسابات خاصة بليالي مسقط يتم بث فيها المواد الخاصة بالفعاليات، بالمواقع. يتم يوميا بث محتويات لكافة المواقع، إيش معنا من فعاليات مصاحبة أيضا يتم بثها من خلال المنصات. دور المؤثرين لو جينا عليه بعد جدا مهم في منصات التواصل الاجتماعي، بما أنهم هم يوجهوا رسالة أيضا للناس وهم وصولهم أسرع أيضا للناس. نحن ما نسينا دورهم أيضا، هم لهم تواجد، جالسين ينقلوا صور حية من مواقع المهرجان للناس، أن تعالوا شوفوا هذه مواقع ليالي مسقط، هذا الجديد وهذا الأشياء اللي راح تشوفوها في ليالي مسقط. أحيانا الصورة ما تتحدث كثر ما أن الشخص ينقل من المواقع. وأنتم بعد تلفزيون سلطنة عمان ما مقصرين، دائما أشوف برنامجكم يوميا جالسين تبثوا من أكثر من موقع. أدهشني ما بثيتوا في السيرك حقيقة، كان شيء رائع جدا. كل يوم تبهرونا بمحتوى، وأنتم جزء من الرسالة اللي نحن جالسين نحاول نوصلها في ليالي مسقط. هذا واجبنا، هي يعني دائما نحاول بقدر المستطاع بالفعل نحن نشجع ونشوق أيضا المشاهد الكريم لزيارة هذه المواقع الجميلة الحاضرة في ليالي مسقط، وهي أكيد جهود كلها متكاملة. طيب، يعني دائما نفس ممكن هذه المناسبات الترفيهية تحتاج إلى تسويق مباشر للشخص. ممكن نحن نقول يعني جدول متكامل نوجهه للمشاهد أو حتى للجمهور بشكل عام لزيارة هذه المواقع. هنا نتكلم أكثر عن التحديات اللي تواجهها ممكن لجنة الترويج والتسويق في التسويق بشكل عام على ليالي مسقط. هو نتاج أي عمل كبير طبيعي يواجه تحديات. التحديات اللي ممكن يعني نتعامل معها نحن بشكل فوري، يعني تغيير في بعض التوقيت. يعني على سبيل المثال اوبريتد درونز ممكن يتأخر لدقائق أو مثلا لوقت بسبب ظروف أحيانا الرياح أو ما شابه. أيوة. لكن في مرونة جدا مع أعضاء الفريق، هم ما شاء الله يشتغلوا كخلية حقيقة. كل شخص جالس يقوم بدوره، وكل قائد فريق أيضا جالس يوجه الفريق لنوصل للتكامل في نشر المحتوى. أنا بس أحب أضيف نقطة جدا مهمة. الترويج أيضا بالتنسيق مع المختصين في ميناء السلطان قابوس أيضا قام بدور جدا كبير في استهداف أيضا السفن السياحية القادمة من دول مختلفة من دول العالم. وجهنا لهم رسائل واستقبلهم فريق ليالي مسقط أيضا من لجنة الترويج والتسويق والإحصاء، وأيضا يعني روجوا للمهرجان، مواقع المهرجان. وبالفعل يعني كان بالنسبة لنا نقطة جدا مهمة نحن كيف نستقطب الناس اللي جاية لمسقط. كذلك مطار مسقط الدولي، نحن عندنا نقطة هناك للترويج عن فعاليات ليالي مسقط، وجميع الشاشات في المطار أيضا هي يعني تحتوي على الفعاليات الخاصة بليالي مسقط. يمكن بعد أنت شفتها في المطار. أيضا عندنا نقطة يعني الالتقاء بالزوار، وأيضا تعريفهم بليالي مسقط والفعاليات
وأيضا تقديم بعض الهدايا التذكارية اللي ممكن يأخذوها من ليالي مسقط. فيعني العمل عمل فريق متكامل. عندنا أيضا الإعلان عبر المواقع نفسها، عندنا شاشات خاصة في مواقع ليالي مسقط المختلفة تبث تقريبا في اليوم أكثر من 20 فعالية. ايش الفعاليات القادمه، ايش ممكن تشوف كمشهد حوراء، قبل شويه تساليني الشخص كيف ممكن يعمل رحله متكامله للفعاليات. هو رايح اليوم القرم يمكن يعرف عن العامرات، ايضا ايش جدول العامرات، يرتب له رحله. ايضا هو رايح العامرات يعرف ايش في القرم، ايش في الجمعيه العمانيه للسيارات. كل هذا كان نتاج عمل فريق متكامل في لجنه الترويج والتسويق والاحصاء. يعطيهم العافيه. احنا سالنا عن الترويج والتسويق، ما سالنا على الاحصاء الى الان. نريد نعرف اكيد لكل فريق عمل تارجت معين، او خلينا نقول توقعات معينه او هدف يريدوا يوصلوا له. هل بعد تقريبا 9 ايام من انطلاق ليالي مسقط وصلتوا الى العدد اللي كنتم متوقعين انكم توصلوا بعد هذا التوقيت، ولا في زياده ولا في خلينا نقول نقصان؟ ما اعتقد في نقصان من اللي قاعد اشوفه. احنا نقعد ساعتين لين نوصل للاستوديو. بس ابشرك ما شاء الله الاحصائيات اللي جالسين نتلقاها يوميا ما شاء الله مبشره، وما شاء الله عدد الزوار في ازدياد، وخاصه يوم الجمعه يمكن انتم شفتوا ما شاء الله الزحمه. فالاحصائيات نحن فهد عندنا تنسيق مع المركز الوطني للإحصاء في استخدام منظومتهم. وهنا أوجه تحية للشباب اللي جالسين يعدوا استطلاعات الرأي للجمهور ومرتادين المواقع. طبعا بعد نوجه لهم تحية من جهتنا. يعني الشباب هنا قائمين بدور جدا كبير في استطلاع آراء، عندهم أسبوعيا أكثر من 800 عينة يتم استطلاعها. نتاج هذه الاستطلاعات تطلع معنا بشكل أسبوعي أيضا كإحصائية. نحن الدراسة الاستطلاعية أمر جدا مهم نشتغل عليه أيضا كترويج وكتطوير في ليالي مسقط. نحن العام الماضي أخذنا بنتائج الدراسة الاستطلاعية وطورنا الموسم هذا الحمد لله. أيضا الفيدباك اللي جالس يجي من الناس في الاستطلاعات يتم التعامل معه بشكل فوري. اليوم تجينا ملاحظة من شخص مثلا ارتاد الموقع، مثلا عنده ملاحظة معينة، على طول يتم تمريرها للجنة المعنية ويتم التعامل معها. فأنا يعني أشكرهم بالنيابة عن اللجنة بشكل كامل على الجهود اللي تبذل، الحقيقة جهود كبيرة يقوم فيها الفريق الاستطلاعي، وهذا شيء واضح جدا المهندسة فاطمة. طيب الفعاليات هذه المرة جدا مختلفة، يعني نتحدث هنا عن الإضاءات وعروض الإبهار وثيمة ليالي مسقط بشكل عام. الحمد لله. والله أنا يعني مثل ما ذكرت لكم هذه كانت نتائج دراسات استطلاعية عملوها مع الجمهور. هذه كانت من آراء الجمهور نفسه. نحن لما جلسنا معاهم في لقاءات الشباب اللي تقوم فيها محافظة مسقط بشكل سنوي، كانت في أفكار من الشباب أيضا. فهذه المنصة أيضا مهمة لأخذ آرائهم تطلعاتهم، لأن نحن مثل ما نعرف هذه الليالي لمن يعني للناس أكيد يعني. صحيح. وآراء الشباب جدا مهمة. أيضا العام الماضي نحن عملنا هاكاثون مدار. هذا الهاكاثون مدار استقطب فيه طلاب الجامعات والكليات لإبداء مقترحاتهم، إيش الأشياء التطويرية اللي هم راح يطلعوا أنهم يشوفهم في ليالي مسقط المواسم القادمة، وفعلا تم العمل فيها. فموضوع الإبهار والإضاءة هذا نتاج أفكار شبابية. ونقطة مهمة جدا، سراج فكرة من؟ أيوة شخصية المهرجان. توقعتكم تسألوني أول شيء. أيوة. طبعا شخصية المهرجان شخصية ليالي مسقط هذا العام سراج. هذه أول مرة بعد انقطاع فترة طويلة عن موضوع كاركتر المهرجان طلع معنا السراج. السراج هي شخصية افتراضية أو مثل ما يقولوا هي التعويذة. أيوة. لمناسبات معينة مثل ما نشوف الدول الأخرى أيضا جلسة تأخذها، وهي على فكرة نقطة تسويقية جدا مهمة. سراج عبارة عن شخصية تكونت من الضوء، وهي اللي ترمز لمهرجان الإضاءة في متنزه القرم الطبيعي. جميل. نحن شاكرين وجودكم بالفعل وهذه الجهود الجميلة الرائعة من قبلكم المهندسة فاطمة بنت خميس الفزارية، مشرف لجنة الترويج والتسويق والإحصاء في ليالي مسقط 2026. كل التوفيق لكم إن شاء الله، وأنا متأكدة أن محضرين ممكن للزوار الكثير من المفاجآت الحلوة. أنا اللي أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكركم مرة ثانية على الجهود المبذولة في هذا البرنامج وتغطية كل مواقع ليالي مسقط.
نحن هنا أيضا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم أيضا الباحثين عن عمل. ونحن فتحنا أدرعنا في كافة مواقع ليالي مسقط لهذه الفئة لنمكن رواد الأعمال أيضا. ونتمنى أيضا أن القطاع الخاص يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية، وأيضا يأخذوا حذونا أن نمكن رواد الأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لكم على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله تجربة رائعة ومثرية لكل مرتادين مواقع ليالي مسقط. إن شاء الله. هم يستاهلوا أكيد الشباب وكل من يعمل لتقديم شيء لهذا الوطن، سواء كان المشاريع الصغيرة المتوسطة. دائما نناشد كل من يستطيع أن يدعم هؤلاء الشباب فليقدم كل ما لديه، مثل ما ذكرت المهندسة فاطمة الفزارية رئيسة لجنة الترويج التسويق وكذلك الإحصاء في ليالي مسقط 2026. احنا متواصلين معكم متابعينا الكرام، ولا زال في الحديث بقية وبرنامجكم ليالي مسقط، ولكن بعد هذه الوقفة القصيرة خليكم معنا.